السلام عليكم اخواني الكرام. الهدف من هذا الفيديو هو اني اوضح لكم بس ان في غش وتلاعب في الاسعار، خاصه من محلات الاتصالات. هذا الان فيش 4 مداخل USB صناعته صينيه، شريتها انا ب20 ريال من مدينه الرياض، حي البطحه، شارع البطحه، عماير الراجحي الخمس وانت متجه الاشاره، اخر عماره على يمينك، الدور الثاني. شريته ب20 ريال، ولو شريت كميه كان اعطوني اياه ب15، لكن انا شريت حبتين بس ب40 ريال. نشوف الان محلات الاتصالات اللي في الشوارع كم يبيعون هذا الفيش. نشوف الان كم يبيعون. انا شريته ب20، ولو اخذت كميه اعطوني اياه ب15. 4 مداخل USB صناعه صينيه. ورني يا خلنا نصوره. تصير بلاش. انا شوف بس لا تفك، اشوف بس هو انا عارفه هو 4 مداخل اظن. ها مرسوم 4 تمام حلو. كم سعره؟ 80 مرة ما يجي اقل شوي. طلع شال جمله 80 ريال سعر الجمله. الله يعطيك العافيه ما قصرت. طبعا مثل ما شفتوا انا لقيت ب80 نفس الفيش، ولقيت عندهم ب70 وب60 وب50. اقل ما لقيت ب50. انا ماخذه ب20 ريال، ولو اخذت كميه اعطاني ب15. اسلاك شواحن، انا شاري سلك 5 متر، سلك 5 متر ايفون 5 سلك، شريته ب10 ريال. في المحلات يبيعونها اقل شيء، اقل ما لقيت ب45 ريال. بطاريات متنقله مثل بطاريه ووبو اللي قوتها 7800 امبير، انا شريتها ب100 ريال، وقال لي لو اخذت 10 بيعطيني اياها ب90، ولو اخذت 20 بيعطيني اياها ب80 كميه. يعني في المحلات هنا يبيعونها ب200 ريال، انا شاريها ب100 ريال. يعني في تلاعب كبير في الاسعار. انصح اي واحد من اهل الرياض بيشتري يتجه المدينه حي البطحه، شارع البطحه، عماير الراجحي الخمس، اخر عماره وانت متجه الاشاره، الدور الثاني. خذ اللي تبي باسعار رخيصه جدا. ايضا شاحن سياره ووبو، ماركه ووبو، شريتها ب35 ريال، لقيتها في احد المحلات ب80 ريال. وفي كل مدينه تجد مركز يبيع باسعار اقل. يعني في الرياض مثلا عماير الراجحي، وفي محلات اخرى. في جده بتلاقي، في الدمام، في مكه بتلاقي. هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.